في مشاريع بتفشل عشان سعرها عالي، في مشاريع تانية بتفشل عشان سعرها قليل. آه الاتنين بيبوظوا المشاريع والاتنين بيفشلوا المشاريع. طبعا السعر القليل ممكن يبوظ مشروع، ممكن يبوظ مشروع. النهارده انا هكلمك في الحلقة علشان تفهم ان المشكلة مش دايما في الجودة، المشكلة احيانا بتكون السعر نفسه اللي هو ممكن يضيع منك كل شيء. اول محور هكلمك فيه النهارده هو 3 اخطاء قاتلة في التسعير، ركز فيهم قوي. اول حاجه التسعير العشوائي، وده يمكن اتكلمنا فيه في الحلقات اللي فاتت شويه. التسعير العشوائي ده اللي هو السوق ماشي بكام فانا همشي زيه. الناس بتسعر المنتج بتاعي او الخدمه بتاعتي ازاي فانا هسعر زيهم، بدون انك تحط في الاعتبار ان انت مش زيهم ولا هم زيك. يعني انت ممكن تكون في اختلاف في الجوده، سواء انك اعلى او انك اقل. ممكن يكون في اختلاف في الجمهور المستهدف او في المكان اللي انت بتستهدف فيه عملائك او زباينك. ممكن يكون الاختلاف في طريقة التقديم أو طريقة التحضير أو طريقة التغليف أو أيا كان الاختلافات. فالأفضل إن أنت تعمل مقارنة عادلة ما بينك وما بين المنافس بتاعك أو ما بين السوق، علشان تعرف أنت فين بالظبط من السوق. هل أنت بنفس الجودة ولا أنت أفضل منهم؟ تكلفتك إيه بالفعل؟ تكلفتك كلها، إن كان أنت بتكلف في مقر، إن كان أنت بتكلف مثلا المنتج بشكل معين، إن كنت أنت حتى بتصنعه. فأنت محتاج تعمل مقارنة عادلة جدا علشان تقدر تحدد السعر بتاعك بناء على مقدرات، مش سعر بيتحط عشوائي وخلاص زي الناس. التسعير دايما بالخوف، يعني دايما بتقول انت خايف ان انت ما تبيعش او خايف ان زبونك يرفض السعر ده مقابل القيمه، فبتقول لا خلينا نرخص شويه علشان نبيع، خلينا نقلل السعر شويه علشان نبيع، فتفضل تقلل في السعر، مع العلم انك ممكن تحط سعر ومن الطبيعي جدا ان هيجي مناسبات او مواسم وهتعمل عروض وهتعمل خصومات، فابقى عوض الفرق ده، او حتى جرب ان انت تقلل السعر بالخصم او بالاوفر في الوقت ده وتشوف رد فعل الجمهور. هل ده ساعد الناس انها تشتري اكتر؟ فانت تعرف ان انت محتاج باستمرار ان انت تعمل عروض وخصومات، ولكن خلي لك سعر ثابت عشان وقت الازمات او وقت حدوث اي تغييرات يبقى هو ده سعرك انت اصلا، ما زودتش عليه او ما قللتش عنه، لا ده سعرك الاساسي. وفي وقت معين انت بتعمل العروض والخصومات دي. تسعير بقى بالعاطفه، انت بتحب تسعر كده ايه، بالاهواء او بالمزاج او بالتخيل يعني. فتقول المنتج ده مثلا، انت عندك كذا منتج، فانت بتلاقي منتج بتقول المنتج ده تعبني قوي، ده بقاله فتره كبيره في المخازن، فالمنتج ده انا عايز اصرفه فده سعره عالي فانا محتاج ان انا انزل سعره. تمام. او بالعكس عندك منتج رائج جدا، فبتقول لا المنتج ده انا عايز اعززه شويه فانا عايز اعلي السعر بتاعه. كلا الحالتين طبعا دي مشكله لو بتتم بالعاطفه او بتتم بشكل عشوائي، انك تحس كده ان المنتج ده او الخدمه دي زيه زي ولادك، فانت قاعد بقى بتسعر وشوف مين اللي اكتر عندك غلاوه. فالسعر دايما مش عاطفه ولا بالخوف ولا بالعشوائيه، لا السعر دايما استراتيجيه. فدايما اتعلم وابحث كتير على الانترنت عن استراتيجيات التسعير، واعمل لنفسك استراتيجيه تسعير، لان ده مهم جدا. المحور الثاني اللي هنتكلم فيه النهارده، ليه بقى السعر القليل ده ممكن يدمرك بشكل او باخر. اولا طبعا بيقلل من قيمه البراند نفسه. يعني انت لو عاوز انك تبني براند، حتى لو البراند ده في نفسك، فانت عايز تبني البراند ده، فانت محتاج تكون صبور زياده عن اللزوم، وتكون كمان بتتعلم وبتتطور بشكل ما. فطول الوقت انت بتعلي قيمه البراند ده، عمال تعلي قيمه البراند ده، فبلاش تقلل من قيمه البراند لما بتقلل سعرك بشكل عشوائي. نوعيه يعني انت دايما بتجيب نوعيه عملاء او بتستهدف نوعيه عملاء دايما بتتعبك ودايما مش عارفه قيمتك. الموضوع ده مهم جدا، لان في ناس كتير وخاصه في الخدمات هو دايما بيدور على، هو عاوز يبقى شغال، يقول لك انا عايز اشغل الدنيا، انا عندي تيم وعندي مصاريف وعندي مقدرات معينه، فانا عايز احرك الدنيا شويه او اي دخل يدخل وخلاص. فتلاقيه دايما رايح ناحيه العملاء اللي دايما بتستنزفه ودايما بتتعبه ودايما بتهدر طاقته. بيخلي دايما هامش الربح ضعيف قوي. يعني انت بتخلي هامش الربح دايما ضعيف ازاي؟ لان انت مثلا تقول والله المنتج ده تكلفته عليا 10 جنيه، فانا هنزله ب 12 جنيه. طبعا دي مشكله كبيره جدا، لان اولا انت مش تكلفه المنتج بس او مش تكلفه كمان اداء الخدمه بس، انت عندك تكلفه المنتج او الخدمه، عندك في اصول ثابته كتيره، زي لو في مقر، لو في خدمات معينه بتقدمها، لو بتسرفس على الزبون بشكل معين، فانت عندك نسبه هتقسمها على الموضوع ده وهتحسبها. عندك كمان نسبه تانية الاداريات والقائمين على العمل والحاجات دي. عندك نسبه ثالثه للتسويق وللترويج والامور دي كلها. فانت عندك حوالي 5 6 7 بنود او نسب انت محتاج ان انت اصلا تحطهم في الاعتبار وانت بتسعر، علشان تدي نفسك فرصه للكلام ده، وبعد كده تحط عليها هامش الربح
بتاعك، فتلاقي نفسك ان انت الرقم اللي كان ب 10 جنيه ده لا بقى ب 22 او ب 25 جنيه. فتلاقي عند، او حتى لو في بعض الاحيان بتزود شويه علشان العروض والخصومات في وقت ما، فبتبقى مثلا ب 30 جنيه، فتيجي وقت لما تعمل خصم 10% فانت بتخصم مثلا 3 جنيه فبينزل ب 27 جنيه. عندك مثلا وقت معين عايز تعمل خصم كبير شويه، انك تعمل مثلا خصم 40% او 35% او وات ايفر، هتلاقي نفسك مثلا عامل الخصم ده خلاص وصلت 16 جنيه او 18 جنيه او كده، هو اصلا تكلفه المنتج 10. هتلاقي نفسك في كلا الاحوال انت برضو بتغطي تكاليفك وبتغطي مقدراتك، وممكن يبقى في ربح قليل، لو في بيع كتير فيبقى في ربح كتير جدا. تمام، بيخليك طول الوقت مضغوط ماليا او مضغوط ماديا. طول ما انت بتربح قليل، طول ما انت حاسس ان انت عمال تجري وعمال تجري ومش قادر تلحق. يعني اللي غيرك بيكسبه في 6 شهور او في سنه كمقدرات، انت عمال تكسبه في 3 4 5 سنين، فانت متاخر كتير قوي، او انت بعيد قوي عن السوق بتاعك وعن منافسيك. فمش كل عميل ينفعك، ومش كل سعر قليل هو بيبقى مكسب ليك. لا بالعكس، انك تحط استراتيجيه مظبوطه وتحط السعر المناسب ليك هو ده انسب حل ليك. المحور الثالث معانا النهارده هنتكلم فيه بقى انك ازاي بقى تسعر صح. بنعمل ريكاب على حاجات كتير احنا اتكلمنا عنها في حلقات فاتت، ازاي بقى فعلا انت تعمل خطه تسعير او استراتيجيه تسعير صح. اولا زي ما قلت لازم تفهم التكلفه الحقيقيه، تفهم التكلفه الحقيقيه، وكمان تزود عليها سنه احتياطيا لممكن زياده في وقت ما في اسعار المواد الخام، او زياده في العماله، او انت اصلا كل سنه من الطبيعي ان انت بتزود الاجور وبتزود المصاريف، فلازم تعمل حساب للموضوع ده. فبتحط تكلفه المنتج زائد الاوبريشن او التشغيل زائد التسويق زائد الوقت. الاربع عوامل دول وهنتكلم عنهم برضو كتير قوي الفترات اللي جايه، هم دول اللي انت بترتكز عليهم في بدايه استراتيجيه التسويق بتاعتك. افهم القيمه دايما مش السعر. يعني الناس مش بتشتري منتج، الناس دايما بتشتري نتيجه او بتشتري حل. فممكن يكون اصلا الناس عايزه تدفع كل النفيس والغالي في موضوع ان هي تحل مشكله معينه، او توصل لحل معين، او تجيب منتج يحل لها المشكله دي. فانت في الوقت ده ممكن تكون انت الاوحد اللي اوجد الفكره دي او ابتكر الفكره دي، فانت في الوقت ده انت محتاج ان انت تحط سعر مناسب يعوضك، وتحط سعر قوي يعوضك، علشان لما يبتدي يظهر منافسين او تحصل تغير في السوق فتكون انت استثمرت وكسبت بشكل كبير. اعرف جمهورك كويس جدا، دي نقطه مهمه قوي قوي قوي. لازم تعرف جمهورك وتعرف معاناتهم وتعرف دخلياتهم وتعرف البرشيزنج باور او قدراتهم الشرائيه. في جمهور دايما بيدور على الارخص وخلاص، وات ايفر بقى هو قدرته الشرائيه ايه ولا بيفكر في ايه، وفي جمهور تاني بيدور على الافضل ايا كان برضه هيدفع فلوس غاليه او فلوس عاليه او كده. فانت لازم تختار انت عايز مين، وانت هتبقى مع مين. هتبقى مع 3 4 عملاء بتخدمهم، بس العملاء دول اقوياء جدا وتقدر تبني معاهم استثمارات وشراكات ناجحه جدا فتكسب وتكسب شركتك وتظبط امورك، ولا انت هتبقى الفكره كلها هتبقى يعني خلاص انا هشوف بقى اي عميل هيجي لي يشتري مني فخلاص انا هبيع له والامور بقى تمشي على الفكره دي. فانت في كل الاحوال لازم تدرس جمهورك كويس جدا، ودي برضو دراسه كبيره قوي بتتم اصلا في تجهيز دراسات الجدوى للمشاريع، او حتى التجهيز ان انت تبتدي مشروع او كده. بس انت هنا لازم تكون عاملها قبل ما تبتدي استراتيجيه التسعير بتاعتك، لانك هتستفيد بيها وهتستخدمها في استراتيجيه التسعير. فانت في استراتيجيه التسعير بتاعتك او ازاي تسعر صح، عندك انك تفهم التكلفه الحقيقيه كويس جدا، انك تفهم القيمه مش السعر، وانك تعرف جمهورك كويس جدا. طيب معادله بسيطه كده خلينا نفكر بيها سوا في النقطه دي بالذات. السعر ده بيساوي تكلفتك مضروبه في 2 او 3 على الاقل، دي تحطها في دماغك ان السعر دايما يبقى تكلفتك مضروبه في 2 او 3 على الاقل باقصى تقدير. تحط هامش امان وتحط قيمه التسويق اللي انت هتشتغل عليه باستمرار. ولو مش عارف تحقق هامش ربح يعني كويس ومريح بالنسبه لك، راجع نموذج البيزنس كله، وراجع السوق بتاعك، وراجع فكرتك، وراجع حاجات كتير قوي قبل ما تتخذ القرار. المحور الرابع اللي هنتكلم فيه في حلقه النهارده هو اختبار بقى السعر بدل الافتراض، بدل ما انت تفترض. تمام، اعمل عرضين مختلفين في البدايه، او اعمل 3 عروض مختلفين في البدايه، اعمل 3 باقات مختلفين في البدايه، نوع عروض تسعيرك في البدايه او طرق تسعيرك في البدايه. تمام، جرب باكج اعلى وجرب باكج اقل وجرب باكج وسط، وشوف الدنيا هتمشي ازاي، مين هيتفاعل اكتر وايه اللي هيبقى موست بوبولار او موست سيلينج. فتبتدي من هنا تعرف اتجاه السوق بتاعك في تقدير السعر مقابل القيمه. راقب دايما رد الفعل بتاع الجمهور، يعني شوف رد الفعل بتاع الجمهور، مين اللي هيكومنت، مين اللي هيبعت على الخاص، مين اللي هيتكلم، مين اللي هيتواصل معاك، مين اللي هيعمل مكالمه تليفون. فانت هتعرف منه ان هو متقبل السعر ده مقابل القيمه، ولا شايف ان الموضوع ده كتير على اللي انتوا بتقدموه. فهو دايما السوق اللي بيحكم عليك او بيحكم على المشروع بتاعك، مش احساسك ابدا. ابعد دايما احساساتك في البيزنس. البيزنس يعني شغل وتحليل
ونتائج على ارض الواقع، وسوق بيحكمك مش احساسك او مش تخيلاتك للموضوع. فلو سعرك مش مريح في العموم، لو انت حاطط سعر مش مريح او مش مناسب للمشروع او حتى للسوق، يبقى اعرف ان في حاجه كبيره غلط في بدايه المشروع وهتعرقل نجاح المشروع ده. فمشروعك لازم يخدم العميل كويس جدا، ويخدمك انت كمان بشكل كبير جدا، لان انت ما حدش بيعمل مشروع ويتعب ويجتهد علشان ما يكسبش شيء، او عشان بيضيع وقته خلاص، او بيعمل حاجه فور فن يعني. فدايما اعقلها كويس وسعر صح، وبعد كده توكل، وباذن الله ربنا يوفقك ويوفقكم جميعا في مشروعاتكم وفي سعيكم، ويكلل بالنجاح باذن الله. اشوفكم في الحلقه الجايه من عائله وتوكل، والسلام عليكم.